انا بحمد ربنا ان انا لسه شغال بنص. هعمل ايه طيب؟ اهو واطلع كده. في ناس في ظل الغلو ده والله انا بس مش عايز اقول حاجه. توقع اي حاجه. فين؟ في ظل انك شغال بثلاثه وباربعه وباثنين زي ما انت شفت. هتروح فين؟ هتروح فين؟ انا اراهن لو في حد لسه شغال طعميه دي بنص يا جماعه. ما تجيبش ديت شغاله، الناس شغاله بجنيه ونص وجنيه وربع. شغالين بجنيه، فانا هتروح فين؟ ما هم يا اما تشتغل كده يا اما تقفل، فانت تقفل وراك مسؤوليات ياما. ان شاء الله هنشوف دلوقتي اسرار مهمه جدا ومعلومات مفيده عن قلي الفلافل، وهنعمل خلطه الفلافل المحشيه. حشو الفلافل اهو. انا كده اهو. دي اللي هتبقى الشطه شيف، دي اللي هتبقى الشطه. هات لي الشطه خدها من جوه اهو. دي بصلايه كده بنعمها. حلو. هات لي بوله حوده كمان اهي. بصلتين ثلاثه كده. خد يا حوده. اغسل لي دي. هات دي. ماشي كده. ده الشطه اهو. حلو. بديها برضو لو عايز اديها طماطمتين معايا اهو. ده كله داخل خلاط يا استاذ علي. ها ده كله داخل خلاط وهياخد زيت سخن لسه. ماشي اهو. هياخد توم، هياخد خضره. هات يا حوده. بجيب دول هنا كده بحطهم هنا. حلو. ارجع ورا بقى عشان كميه الشطه عندك اهي. يبقى كده بصل وطماطم وشطه. في خضره لسه. لا وفي لسه. تعالى هنا. هندي ايه؟ سنه كمون معاها. وادي التوم يديها طعم معاك. وادي سنه بهارات من عندي انا اهي حبيبي. ماشي اهو. باجي هنا بقى هات لي حاجه حوده. اطلع شويه زيت. باخد زيت سخن بقى هنا يا استاذ علي. هنا باخد زيت سخن. ايه السر بقى الزيت السخن؟ الزيت السخن بيدي تفاعل معاك في الحاجه ديت، يعني بيطلع معاك يعني ده زي كده. يدوبها اكتر. بيدوبها اكتر، بيخليها تفرك معاك. اهو هنا زيت سخنه اهو. اهو بص ده كده كده. هتنضرب بقى في الخلاط يا استاذ علي. في خضره. الخضره تبقى عباره عن ايه؟ في خضره كزبره. ربطه كزبره وتقطعها وحطها عليها. هات لي الخلاط هناك كده. اللي انا عملته اهو حطيته في الخلاط. ماشي. في ناس عندها خلاط اللي هو بتاع الفول في المطاعم. انا طبعا على قد حالي ما عنديش اهو. طبعا الخضره مش اساسي. الخضره دي اضافيه معاك، بس الخضره بتدي معاك طعم كمان، يعني بتخلي الحاجه معاك لون الحاجه فاتحه اهو. ادي انا حطيت بقى شويه كزبره ناشفه. حلو الكلام. حطيت الثوم. حلو. حطيت بصل. حطيت طماطم. حلو الكلام. في ناس مش عايزه تحط طماطم، تفضل الخضره عن الطماطم عادي اللي يعجبك. انا وريتك برضو الطريقه. ده حطيت انا ثوم، حطيت طماطم، حطيت بصل. حلو الكلام. وادي شويه الشطه اهم وضربتهم في الخلاط بالطريقه دي يا حوده. هيطلع معاك. والزيت السخن اهو يا استاذ علي. ادي الحشو. ده طبق الحشو. الخضره بتفرق معاك طبعا. الخضره بتفرق معاك، تدي معاك برضو شويه شبت شويه كزبره. ده اللي عايز يعمل حاجه كده زي ما انا شغال. بس الشطه ديت شطه حاجه فظيعه. ده طبق الحشو بتاعي اللي انا عملته. عايز تحط خضره برضو هم دول وحط خضره. عايز تلغي الطماطم مفيش مشكله. ده بشوقك. انا بوريك الطريقه اللي انا السيد حلمي شغال بيها. ده بالنسبه للحشو. ماشي. بالنسبه للصغيره اهي انا بعملها قطف كده. بالنسبه لو حد في البيت ما بيعرفش يعرف يعمل القطف اهي بتبل ايدك كده اهو كده اهي اهي الصغيره اهي في البيت اهو. بس اهم حاجه الزيت يكون بيغلي اهو. ده بالنسبه لشغل البيت اهو كده. ده طبعا محمود بقاله 4 سنين معايا، يعتبر اصغر صنايعي في مصر موجود. بيعمل كل حاجه يا باشا. دلوقتي هخليه يقلي لك الطعميه الكبيره والصغيره. هيعمل لك هو الكبده دلوقتي. لا حوده هو بسيب له الدكان لو يكون عندي فرح ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله يعتمد عليه في كل حاجه. نضيف في شغله. ماشي. تعالى شوف توته عايز ايه يا حوده. هو بقرطس قراطيسه. بص يعني الصنايعي بقرطس التقرطيسه بتاعت محمود دي. لا حوده بص
وسريع. لا هو سريع في شغله، هو ده سريع في شغله. في ناس بتبقى عايزه يعني ايه تحمرها او تحمصها، تقول لك هاتها لي ناشفه. واصله معاك؟ يعني دي بقى في الطاسه دي بتاعت الزبون اللي واقف. يعني واحد يقول لك لا انا عايزها ناشفه، واحد يقول لك انا عايزها نص سوا، فاهمني؟ فانا بترجح ان انا اطلع بكده بين البنين. عايز ناشفه بنقي له المحمصه، عايز نص سوا بنقي له اللي هي الخضراء. يعني لان انا في ظل الغلو ده انا مش همشي مع كل زبون ب 3 جنيه وب 5 جنيه ناشفه وحمرها لي وولع لي الطاسه، فاهمني؟ في ظل ان الشغل الفول النهارده ب 400 جنيه. جيركن الزيت دخل 750 جنيه. فاحنا في حاجه يعني انا بحمد ربنا ان انا لسه شغال بنص. هعمل ايه طيب؟ اهو بطلع كده برضه شوف كان في ناس قالوا ان الزيت بيبقى محروق وكده، عايزك برضه تورينا كده الزيت شكله عامل ازاي. اهو يا باشا، لان هو المشكله في الطاسه مش في الزيت. بص يا استاذ علي، ادي الزيت معاك. بص خش على الطاسه، الزيت معاك اهو. حلو، بيتغير كل يومين. مشكله في الطاسه بس واصله معاك. هو مشكله في الطاسه، بس الطاسه عامه من الكتر النار، فطبيعي ان هي بيبقى كده. انا معاك ان هي بتتغسل كل يوم، بس في حاجات فيها ما بتطلعش. يعني السمار ده مش وساخه معاك اهو، هو ده بص اهي. بس واحد يقول اهي ما بيطلعش اصلا، ما بيطلعش. هو عايزه بقى دعكه من اللي قلبك يحبها. وهقول لك على حاجه، انا اعذر اي حد ما بيغيرش الزيت كتير. يعني بخلي الزيت برضو على ايه، بخلي الزيت كل 3 4 ايام يغير. ليه؟ لان جبت الزيت ب 700 جنيه بياخد معاك يومين، مع فول ب 400 جنيه ادي 1100، مع انبوبه ادي 1300، مع اكياس ب 60 جنيه، مع ورق لفه ورق ب 100 جنيه. انت عايز لك كده 2000 جنيه في 3 ايام، في ظل ان الناس بتاخد ب2 وب3 وما عادش في شغل زي الاول. فاستحاله طبعا يعني. بس احنا بنقوله ما نكسبش، لا بس بنقوله يعني اي حاجه جنب الكبده، جنب البطاطس، جنب البدنجان، جنب المسقعه دي بتمشي، دي احسن من القعده. وبعدين احسن من انا دلوقتي مثلا نفترض ان انا قفلت، طب ما انا هاكل واشرب منين؟ بس بقولها دي بتجيب مصروف، بتجيب سجاير، بتجيب حاجه. الله يوسع عليك يا شيخ. حبيبي تشرب زيت. ادي الفلافلايه اهي طالعه معاك، وادي الفلافلايه اهي ده السر في ايه بقى؟ طالعه معاك. وهقول لحضرتك على حاجه، ان الزيت ده لازم يكون سخن جامد يا استاذ علي. انا لو نزلت طعميه زي ما انا نزلتها في الاول على زيت بارد هتشرب معاك كميه زيت رهيبه. دي حاجه. وممكن تبقى في حاجه تانية، انك اللي بلل الفول، المطعم اللي انت جايب منه العجينه ممكن يكون شغال فول فيستا. فول الفيستا ده بيشرب كميه زيت رهيبه، بينفش معاك في الكميه بتاعت العجينه بس بيشرب زيت. حاجه ثالثه، ان ممكن يكون شغال نفس الفول بتاعي ده بس من الكسل او حاجات زي كده بيقوم بله من بالليل ويسيبه في ميه 5 6 ساعات. تيجي تاكل عجينه، تاكل طعميه، انت بتاكل زيت مش بتاكل طعميه. هو ده معدله ساعتين اهي يا استاذ علي قدامك اهي اهي. انا من ورا برضه اهي مش اهي اهي يا جماعه. بص انت بتتكلم انا اهو اهي يا استاذ علي اهي طعميه اهي. تمام. ده اللي انا بتكلم فيه، ناشفه معاك. المقصد في حاجه ان الفيستا بتشرب زيت كتير. تاني حاجه الليتواني انت لو بليته من بالليل او الساعه ده لميته من بالليل وسبته 5 6 ساعات بيشرب كميه زيت رهيبه. فاهمني؟ فده برضو. طب وبالنسبه للشيف ساعات بنجيب مثلا الفلافل دي من المطعم ونبص نلاقيها مكتومه كده مكتومه. هقول لحضرتك على حاجه، يا اما مكتر كزبره عليها لان الكزبره بتكتب العجينه. كزبره بتنشف. لو العجينه حلت بتنشفها، بس بيحط كميه ان هي تكتم العجينه. بتكتم العجينه معاك. تمام. فبتبقى مكتومه. يا اما هو ما ضربهاش في الحجر وطلع، او هو مثلا حطها قدامه زي ما انا شغال كده وجت طرحه فوق طرحه وهو شغال، لازما الحجر يعمل معاك. او ان هو مثلا ضاف عيش يا شيف. والله دي انا ما نظنش في الناس. هو في ناس في ظل الغلو ده والله انا بس مش عايز اقول اتوقع اي حاجه. انت بقول لك يا استاذ علي شوال الفول وصل 400 جنيه، الشوالين ب 800 جنيه، وجيركن الزيت ب 750 جنيه. ادي معاك 1000 ونص فول وطعميه بس في يومين هيخلصوا ولا فين؟ في ظل انك شغال ب3 وب4 وب2 زي ما انت شفت. هتروح فين؟ هتروح فين؟ انا اراهن لو في حد لسه شغال طعميه دي بنص يا جماعه. ما تجيبش ديت شغاله، الناس شغاله بجنيه ونص وجنيه وربع. شغالين بجنيه، فانا هتروح فين؟ ما هم يا اما تشتغل كده يا اما تقفل، فانت تقفل وراك مسؤوليات ياما. لكن اللي هي بتبقى مكتومه دي بتبقى واخده برضه المكتومه يا اما واخده كزبره، يا اما بقى انا حوار العيش ما اشتغلتش فيه عشان كده مش هقدر افتيك فيه. حلو. يا اما واخده كزبره. حلو. يا اما ما فرتش ما فورش العجينه. يعني مش شرط ان تكون واخده عيش زي ما الناس فاكره. لا 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 اوعى تكون كل كزبره واخده عيش، لا. تمام. ماشي.
لكن في بعض المطاعم برضه بتحط، في إحنا ناس مالناش انا دعوة. بقول لك اتوقع اي حاجه في الايام ديت. ما انت لما تقول لي شوال فول زي ده ب 400 جنيه، ايه يا عم فيها؟ هروح فين؟ صح. وعايزني اشتغل وعايز بجنيه وعايز بنص وعايز ب 2 جنيه. فين؟ والزبون ملوش دعوه، تيجي تكلمه يقول لك يا عم انا هعمل ايه بالشكاره؟ يا عم ما الشكاره ديت انت والواد اللي شغال معاك والمكان والانبوبه وانبوبك وزيتك وايجارك وميتك ونورك، تلم حالك فين؟ تمام. هو اللي جاي همه ان هو ياخد ب 2 جنيه، كبير عايز بقى ب 2 جنيه، شمال يمين هم ب 2 جنيه. ما يضرش ان انت بتدفع مثلا 2000 كل يوم عشان تجيب لك واحد فول واحد حصى واحد زيت، حلو، في ظل انك عايز بتلمهم جنيهات وانسس واربع. واصله معايا؟ انا بقول لك زي دلوقتي يا استاذ علي، انا بسم الله ما شاء الله كان بيبقى درجي، بص انت زي دلوقتي هتروح فين؟ الله يوسع عليك يا شيخ. يلا الحمد لله. وبكده ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو. كان معانا طريقه عمل الفلافل مع على حد الشيخ كده حلمي الصعيدي ابو جنى. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وعمل اللايك، وانتظرونا ان شاء الله في ادي مسحه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.